بسم الله الآب الخالق العاقل الناطق بالكلمة الحي بالروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة معكم جميعكم أحبائي ومستمعين ومشاهدين على قناة The Life from the East، نور من المشرق، وحلقة جديدة من الرد على الذين دعون إلى الإسلام وعلى أسئلة المسلمين. هذه الحلقة التي ستختص احتجاج المسلمين أو بحجة المسلمين إننا حرفنا كتب الله أو الكتاب المقدس أو العهد القديم أو الجديد، وهذه الحجة الضعيفة التي يستند عليها المسلمون ويدلسون بها، التي ليس عندهم غيرها حين لا يجدون جوابا لأسئلتهم. يقولون إنكم حذفتم اسم محمد من كتب المقدسة، فنرد ونقول: من أين لكم هذه المعلومات بأننا حرفنا الكتاب المقدس؟ أرجو أن تأتون وتردوا على هذا السؤال. وأين يوجد ذلك الكتاب الخالي من التحريف الذي تعلمتم منه أنتم وتعلمون أننا حرفنا كتبنا؟ أين هو ذلك الكتاب الغير محرف؟ ائتون به لكي نتمسك به ونترك الكتب المحرفة. فمن أين تعرفون إن الإنجيل محرف؟ وأي فائدة كانت لنا من تحريفه؟ وأي عز في الدنيا أو ثواب بالآخرة؟ فلو وجد ذكر محمد في الكتاب المقدس لما كنا نرفع اسمه ونبجله حاله حال الأنبياء. وكلنا إذا نقول أنه سيأتي بعد المسيح شخص اسمه محمد، كما أن أيضا اليهود لم يحذفوا اسم المسيح من التوراة والأنبياء، بل يخاصمون قائلين أن المسيح لم يأتي بعد إلى العالم بل سوف يأتي. بذلك يشبهون العميان الذين ينكرون ظهور الشمس في نصف الظهر. هكذا نحن أيضا لم نكن نستطيع أن نرفع اسم محمد من الكتاب، بل كنا نجادلكم عن الزمان وعن الشخص كما فعل اليهود معنا نحن المسيحيين. ذكرتم التحريف واحتججتم علينا بأننا حرفنا كتبنا وبدلناها. كان هذا القول جعلته كهفا تستتر به يا من دعيتني للإسلام، وأني لأخبرك خبرا حقا فأسمعه مني واقبله، فإن قولي ليس قول باغي ولا حاسد ولا متعاند. أنت تعلم أن اليهود الذين ينكرون مجيء المسيح نور العالم وضياء الدنيا قد اجتمعنا عن غير تواطؤ على صحة هذا الكتاب، أي الكتاب المقدس، وإنه منزل من عند الله لا تحريف فيه ولا تبديل، ولم تلحقه زيادة ولا نقصان. وإلا فنحن ندعوك أنت أيها المدعي علينا التحريف والتبديل، إن كنت صادقا بكتاب غير محرف ولا مبدل يشهد لك على صحة الآيات العجيبة كما شهدت العجيب بالأنبياء والرسل حيث جاءونا بصحة هذا الكتاب، فقبلنا ذلك منهم وهو في أيدينا وأيادي اليهود بلا زيادة ولا نقصان. وإني أعلم أنك لا تقدر على ذلك أبدا، وكتابك قرآنك يشهد بصحة ما في أيدينا شهادة قاطعة، إذ يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من المماترين. سورة يونس الآية 94. ثم فسر هذا القول وأكده معترفا لنا بالفضيلة التي أوتيناها قائلين: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورة البقرة الآية 121.
فما بالك تشنع علينا وتقول إننا حرفنا الكتاب وبدلنا تنزيل الله وغيرنا كلامه ونحن نتلوه حق تلاوة كما شهد لنا محمد. فأنصف وأطلب رضا ربك وانظر من هو المحرف والمبدل. أنحن الذين أخذنا الكتاب عن قوم برهنوا صحته بالمعجزات الإلهية التي لا يستطيعها بشر، واتفقت عليه الأمم المختلفة الألسنة والأهواء والديانات والبلدان البعيدة الذين لا يمكن أن يقع بينهم في مثله تواطؤ. أما الذين قبلوا كتابا بلا حجة ولا دليل، أي الإسلام، ولا شهادة عن نبي ولا أعجوبة تشهد لهم، إنما تناولوه عن نقله بالناسخ والمنسوخ بلسانه ولسان أهل بلده فقط، فجعل ذلك برهانا له وزعم أن القرآن الذي فيه، وأخذ لذلك الكتاب عن قوم كانت بينهم الضغائن وكان منهم زاد فيه ونقص وبدل وغيره، واشترى حتى نسبه إلى الله تعالى وزعم أنه دليل على نبوته ونبيه، وأنه شهد عدلا له بأنه رسول رب العزة، ثم لم يرضى بهذا بل تعداه وقال: من لا يقبل كتابي هذا ويقول إنه منزل من عند الله وإنني نبي مرسل قتلته وسلبته وسبيت ذريته واستبحت حريمه. فقبل ذلك منه كرها خوفا لما توعده به من بلاء والشقاء بلا حجة ولا برهان. وهذا يثبت كيف انتشر القرآن، انه انتشر بالسيف والتهديد والقتل. يا اخوتي، ان هذه النقطة من الجدال وهذه الحجة ضعيفة جدا وليس لها اساس. وان قالوا ان القرآن في كتابته هو معجزة، فإذ كنا قد قبلنا كل كتاب كتب بطريقة فقهية ومنظمة لقبلنا كتب كثيرة، هذا لا يثبت أساسا أن القرآن منزل من الله. لأنه لماذا الله يعطي قرآن فيه 1300 كلمات آرامية وفارسية وغيرها؟ وكما شهد القرآن وقال عن الإنجيل والتوراة: وأتينا موسى التوراة وقفينا عليه بعيسى ابن مريم وأعطيناه الإنجيل هدى وبينات من الهدى والفرقان. إذ من أعطى التوراة لموسى قال الله هو الذي أعطاه، ومن الذي أعطى الإنجيل لعيسى هو الله. فنرجع ونقول يا أخوتي عن الكتاب المقدس والإنجيل والتوراة أنه غير محرف، لأنه موحى به من الله، وكل الكتاب هو موحى به من الله وجيد للتوبيخ والتأديب. والكتاب المقدس ليس كتابا فقط، بل هو شخص كلمة الله الذي تجسد من أجلنا وأعطانا الكتاب لكي نتذكر ونعلم ما هي مشيئته وما هو العمل الخلاصي الذي أعطي لكل البشر الذين يؤمنون به، إنه إله وابن الإله تجسد من أجلكم. يا أخوتي، الرب يبارككم ويفتح قلوبكم وبصيرتكم وآذانكم لتعرفوا الحق وتشهدوا أن المسيح هو كلمة الله وهو إله الذي تجسد ومات وقام في اليوم الثالث. نحن نشهد ونؤمن بهذا الآن وإلى اليوم الذي لا نهاية له. الرب يبارككم. صلوا من أجل أنا الراهب المشرقي، ونلتقي بكم بحلقة جديدة والرد على أسئلة المسلمين وعلى الذين دعونا إلى الإسلام. آمين.